يا جماعة الخير، مرحبا بكم في قناة كويت ماني هاب اللي دايما نجيب لكم أحدث الأخبار المالية والفرص الاستثمارية اللي تناسبنا هنا في الكويت. اليوم بنتكلم بشكل مفصل وموسع عن حدث كبير جدا متوقع يصير في 2029، وهو اكتتاب سبيس إكس العام، سهم شركة سبيس إكس اللي تبع إيلون ماسك. والله هذا مش بس اكتتاب عادي، هذا راح يكون واحد من أكبر الاكتتابات في التاريخ كله، يمكن يتجاوز حتى اكتتاب أرامكو السعودية اللي كان في 2019 بقيمة 25 مليار دولار، أو علي بابا الصينية اللي جمعت 25 مليار كمان. تخيلوا إن سبيس إكس متوقع تجمع أكثر من 30 مليار دولار في الاكتتاب ده، وقيمتها الإجمالية ممكن توصل ل 1.5 تريليون دولار، يعني 1.5 تريليون دولار أمريكي، وهذا يخليها أغلى شركة فضاء في العالم، ويخلي إيلون ماسك أول تريليونير حقيقي في التاريخ. بس خلونا نبدأ من الأساس ونشرح كل شيء خطوة بخطوة عشان تفهمون الفرصة هذه. زين، أول شيء، سبيس إكس مش شركة جديدة، تأسست في 2002 بواسطة إيلون ماسك، وهدفها الأساسي كان يخلي السفر للفضاء أرخص وأسهل عشان البشر يقدرون يعيشون على كواكب ثانية زي المريخ. ومن يومها والشركة حققت إنجازات مذهلة، مثلا صاروخ فالكون 1 اللي كان أول صاروخ يقدر يعود للأرض ويهبط عمودياً، وده غير كل شيء في صناعة الفضاء لأنه خفض التكاليف بشكل كبير. بعدين جاء فالكون تسينج اللي هو الصاروخ الرئيسي الحين، وسبيس إكس تطلق صواريخ كل 2 أو 3 أيام تقريباً. في 2025 وحدها أطلقوا أكثر من 120 مهمة، وهم يسيطرون على أكثر من 60% من سوق الإطلاقات الفضائية العالمية، وهذا يعطيهم إيرادات ثابتة من عقود مع ناسا وشركات خاصة وحكومات. بس اللي يخلي الشركة مميزة فعلاً هو مشروع ستارشيب، هذا الصاروخ العملاق اللي طوله 120 متر ويقدر يحمل أكثر من 100 طن للفضاء، وهو مصمم عشان يعاد استخدامه مرات كثيرة. يعني تكلفة الإطلاق الواحد ممكن تنزل من ملايين الدولارات إلى أقل من 1,000,000، وهذا راح يفتح أبواب جديدة للسياحة الفضائية والتعدين على الكواكب والكويكبات. وماسك قال إنهم راح يوصلون أول رحلة بشرية للمريخ في السنين الجاية، ربما قبل 2030، وده يعني موارد هائلة زي المعادن النادرة والماء اللي موجود في الفضاء واللي قيمتها تريليونات الدولارات. الحين خلونا نتكلم عن ستارلينك، وهي الذراع الثاني الأقوى في سبيس إكس. ستارلينك هي شبكة أقمار صناعية توفر إنترنت عالي السرعة في أي مكان في العالم، حتى في المناطق النائية زي الصحاري أو البحار. وعدد الأقمار الصناعية عندهم الحين جاوز 7,000 قمر، وعدد المشتركين تجاوز 12 مليون مشترك حول العالم. وفي الكويت نفسه في ناس كثير بدأوا يستخدمونها لأنها أسرع وأكثر موثوقية من بعض الشبكات المحلية، خاصة في المناطق الخارجية زي الوفرة أو الجهراء. وإيرادات ستارلينك لوحدها متوقع توصل لمليارات الدولارات، لأنها مش بس للأفراد بل للطائرات والسفن والشركات الكبيرة، وهذا يعطي الشركة نمو مستمر. بالنسبة للأرقام المالية، في 2022 كانت إيرادات سبيس إكس حوالي 15 مليار دولار، ومتوقع في 2026 ترتفع ل 28 إلى 24 مليار دولار، والأرباح الصافية مليارات كمان، لأنهم يوفرون في التكاليف بفضل إعادة الاستخدام. وقيمة الشركة الحين في السوق الخاصة حوالي 800 مليار دولار من خلال بيع أسهم داخلية، بس مع الاكتتاب المتوقع في النص الثاني أو النهاية من 2027 يمكن توصل ل 1.5 تريليون، وده بسبب الطلب الكبير من المستثمرين. وسبيس إكس خلت 4 بنوك كبيرة من وول ستريت عشان يقودون الاكتتاب
زي بنك أوف أمريكا وجولدمان ساكس وجي بي مورغان ومورغان ستانلي، وهذا يدل على جدية الخطة. بس طبعاً الاكتتاب مش مضمون 100%، يمكن يتأجل ل 2027 لو السوق مش جيد أو في تغييرات، وفي مخاطر زي المنافسة من شركات ثانية أو مشاكل فنية في الإطلاقات. بس بشكل عام الفرصة ضخمة، وهذا الاكتتاب راح يأثر على أسهم شركات فضاء ثانية، مثلاً روكيت لاب اللي سعر سهمها طاير الحين بسبب الإثارة حول الفضاء، أو بلانيت لابس اللي توفر صور من الفضاء. ممكن أسعارها تنزل شوية بعد الاكتتاب لما الناس تنتقل فلوسها لسبيس إكس. فإذا تبي مخاطرة قصيرة الأجل يمكن تشتري أسهمهم الحين وبعدين تبيع، بس الأفضل تركز على سبيس إكس نفسها أو شركات مرتبطة فيها زي جوجل اللي عندهم حصة صغيرة، أو حتى تسلا اللي تبع ماسك كمان، لأن ماسك نفسه أثبت نفسه. تخيلوا إنه أخذ تسلا من حافة الإفلاس في 2018 لقيمة $1 تريليون، وسبيس إكس راح تسوي نفس الشيء أو أكبر. يا إخوان، سوق الفضاء مش محدود، هو مفتوح على مصراعيه. موارد الكواكب والكويكبات زي الذهب والنادرة كلها قدامنا، وسبيس إكس هي اللي تقود الطريق. وفي الكويت مع اقتصادنا اللي يعتمد على النفط، هذا فرصة عشان ننوع استثماراتنا في المستقبل. لو تبون نتابع التطورات مع بعض أو نشرح كيف تشاركون في الاكتتاب من خلال وسطاء دوليين زي إيتورو أو بنوك كويتية، أو نبني محفظة استثمارية تشمل فرص زي هذه، قولوا لي في الكومنتات تحت. ولا تنسونا اللايك والاشتراك في قناة كويت ماني هاب عشان نستمر نجيب لكم أحدث التحليلات والنصائح المالية اللي تفيدكم. وإذا عندكم أسئلة عن مخاطر الاستثمار أو كيف تحمون فلوسكم سالوا. نشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامة.